فلما وقف محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم قال عبد الله بن سلام: فلما استبنته أي نظرت إلى وجهه قال عرفت أنه وجه نبي. هذا ما هو بكذاب. قال: فكان أول ما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. دخل الإيمان في قلبه وهو يهودي عالم كبير، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يلف حول رسول الله، فعلم النبي أنه يريد اكتشاف علامة النبوة، فأرخى النبي الرداء عن ظهره حتى ظهر خاتم النبوة، فلما رآه عرف أنه نبي، وأهداه طعاما فرآه أكل منه. هذه الثانية. واكتشف الرجل أنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إليه وشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة وقال: يا محمد، وهذا هو الشاهد معي الآن، إن اليهود قوم بهت. يقطعك من النص في أي علاقة. قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي أسمعوك ما لا في، أسمعوك كلاما غير طيب في، ولكن اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. جمع النبي اليهود وقال: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ وعبد الله خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع حديث هؤلاء. قالوا: إنه حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وكبيرنا وابن كبيرنا. ولما انتهوا من الثناء عليه خرج عبد الله بن سلام ووقف أمامهم وقال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن هذا هو نبي آخر الزمان، كما تعلمون أن دون غد الليلة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في نفس اللحظة قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا وخبيثنا وابن خبيثنا، في نفس اللحظة. فقوم هذا حالهم وهذا أمرهم، فكيف يكون التعامل معهم؟